في ناس بتصحى من النوم مش قادرة تتحرك، مش قادرة تتكلم، وحاسة ان في حد معاها في الأوضة قاعد فوق صدرها بيكتم على نفسها، وأول حاجة بتيجي في دماغهم ده ملك الموت وجاي ياخدني بالبيجامة. بس تعالى هنا أقولك قبل ما تحجز تربة وتوسع على المدفن، خليني أقولك إن بنسبة 99% مريت بحاجة اسمها شلل النوم. إيه ده بجد؟ والله العظيم مش هزار. مخك بقى في الوقت دوت بيعمل فيها ذكي، بيبعت لك رسالة بيقول لك أنا صاحي، أنت لأ. ببساطة جسمك بيبقى نايم بس وعيك بيبقى صاحي، فتعيش في نص حلم ونص كابوس بس كله حقيقي. تحس إن في حد قاعد معاك في الأوضة، أو واقف فوقيك، أو بيتفرج عليك وأنت مشلول زي المسلسل التركي. في ناس بتوصفه إن هو أسوأ كابوس، وفي ناس تانية تقولك أنا شفت الجن بعين، بس العلم بيقولك ده اسمه سليب باراليسيس. طب خليني اقول لك ليه ده بيحصل. اولهم قله النوم، طول اليوم على التيك توك عايز مخك ما ينهارش، ضغط نفسي وتوتر، امتحانات وشغل وحب من طرف واحد، كله بيزود الطين مبلغ. جدول نوم عشوائي، مره تنام الساعه 2، مره الساعه 6، ومره تنام في الباص، فطبيعي مخك يتلخبط. وفي الاخر لو حصلت لك التجربه ديت فما تتخضش وما تخافش، انت مش هتموت، ونموت يبقى الموت علينا حق. بس ارجع اطمنك تاني واقول لك ان دماغك بتفصل من كتر الضغط اللي عليها، ولو بتحصل كتير روح استشير الدكتور. مش شيخ، دكتور، دكتور نوم، مش دكتور روحاني.